المسيح بيرسل رسالة للمصريين: استعدوا استعدوا، أحداث يوم القيامة على الأبواب. الهرم الأكبر هيسقط، مش هيبقى فيه حجر على حجر، ونهر النيل هيجف من أول اسكندرية لحد الفيوم، وهتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، والموضع اللي احنا ساكنين حواليه هيتحول لساحة حرب عظمى لم تحدث مثلها منذ إنشاء العالم. الأعاصير هتكنس الأرض، والشمس هتضلم، والقمر هيتحول لدم، وهيكون يوم واحد كألف سنة، يوم لا طلع له نهار ولا نزل له ليل، اسمه يوم الحساب الشهير. في الوقت ده هينزل الله عند جبل الزيتون عشان يعرف كل الناس اسمه. وزي ما ظهر في التاريخ 3 مرات قبل كده، ظهر ايام موسى لما شق البحر الاحمر، وظهر ايام المسيح لما مات على الصليب عشان خاطر خطايا بني جنسه وقام من الاموات، وكل اللي بيؤمن بيه بيقوم وراه من الاموات. وهيظهر للمره الثالثه امام كل العيون، الملك العظيم المظفر اللي هيملك على كل الارض، وهيلم كل المؤمنين بيه ويديهم الملك على كل الارض من كل البلاد. الوقت قريب. كل الكلام ده رؤية شفتها من السما جاي اخبرك بيها. عايز صدقني صدقني، مش عايز صدقني ما تصدقنيش. عايز تكتب لي كلمة مدح مش هتأثر فيا، عايز تكتب لي كلمة ذم او تشتمني في التعليقات برضو مش هتأثر فيا، لان الرب ارسلني وهيخليني اقول الكلام ده لحد نهاية الايام، لان الوقت قريب، كلها ايام معدودة. احنا في الايام الاخيرة. بص في عيوني وهتعرف ان ضميري صادق. في ناس كتير بيتكلم في الكلام ده بكذب، هم كدابين، لكن انا صادق. انت شايف الاخبار وشايف اللي بيحصل: ضيق، كرب، حرب، غلاء فاحش، الشباب مش قادرة تتجوز، ونظام الجواز شبه وقف في مصر. نظام الجواز، الناس الغلابة الارامل بتاكل من المزابل. في اوضاع رهيبة اسمها الغلاء الفاحش، ودي بتيجي قبل يوم القيامة في شعوب كتير، واحنا نصيبنا نكون منها. لكن المؤمن بالله هيكون شجرة مثمرة في وسط الجفاف. المؤمن بالله فيك يا مصر هيكون شجرة مثمرة في وسط الجفاف. اول لما الدم يجري على الاسفلت تجارتك هتكون امينة. لو الظلام ظلم كل السماء، القمر بيظهر اكتر ونوره بيسطع اكتر. فخلي عندك امل في الله وامن بيه علشان تخلص من كل ضربات يوم القيامة اللي جاية علينا. خش فلك نوح التاني. فلك نوح التاني هو يسوع المسيح، هو ده المخلص الوحيد، وكل مخلص اخر غيره هو مخلص كاذب، لان المسيح هو المخلص الوحيد حسب الكلام المكتوب في الانجيل. انا مش جايب حاجه من عندي، ده مكتوب في الانجيل. ان امنت بيه تنول ضمان الحياه الابديه، ان رفضته مش هتنول ضمان الحياه الابديه. ده الصخره اللي عليها بيقوم او يسقط كل انسان، لان هو مات عشان خاطر ذنوب بني شعبه وقام الاموات وفتح طريق الموت، وكل من بيؤمن بيه بيخرج وراه من الموت. فطوباك يا سهران، طوباك يا فرحان، طوباك بإله حنان، طوباك يا سهران، مفدي ولابس الجديد، وبنعمته فيك بتزيد، صورة الرب المجيد. طوباك يا سهران. خش في الكنوح التاني وافرح فرح لا ينطق بيه، لان العالم على وشك الانتهاء. ويا بختك لانك هتروح السماء الواسعة، العالم الذي ليس له انتهاء، ملايين ملايين الاشكال، لا في ملل ولا ضجر.